بالكرة ممتاز من طرف اللاعب السيباري رايع. السيباري رايع يمرر هذه الكرة على جهتها اليسرى. بداية الهجوم، شوف الخروج بها رايع، الخروج بها رايع. انطلق الزلزولي، امشي الزلزولي، يتقدم الزلزولي، راوغ وضربة جزاء. ضربة جزاء استاد الزلزولي في عملية انطلاق ممتازة، لكن أصل الحكاية وبداية الرواية من السيباري. ممتاز بلال خنوس مرر، الزلزولي يتقدم، يفتح لنفسه الزاوية ليسدد، والمدافع يقع في المحظور. سيسي خطأ واضح، هذه فيها بطاقة صفراء وفيها ضربة جزاء واضحة. نعم، هذه فيها كارت أصفر. سيسي يعني عامل العملة ومخرج عينيه، في الحكم. إذا ضربة جزاء لعناصر المنتخب المغربي. عبد الصمد الزلزولي هو من استادها، هو من سيتكلف بالتسديد. زلزولي امام حارس المرمى موري كيتا. حتى الآن 1-0، لكن عند المنتخب المغربي فرصة إدراك هدف التعادل من خلال ركلة جزاء. يقف خلف الزلزولي عبد الصمد، إذا وجه لوجه مع موري كيتا، والجماهير تنتظر الجديد، تنتظر أن ترى الكرة في الشباك. الزلزولي يتقدم، الزلزولي جول. الزلزولي زلزل الشباك الغينية، الشباك الغينية. 1-1، النتيجة تتغير. هكذا نقطة التحول في المباراة. هدف يرفع المعنويات، هدف يخلي الأجواء غير، هدف يخلي المنتخب المغربي بأفضل صورة، بكل ثقة وبكل تركيز. هنا حتى الكرة في الشباك، الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. موسم ولا أروع. زلزولي مع أوساسونا بامبلونا، اللاعب اللي ينتمي للبارسا. إذا 1-1. تعابير الوجه وردة فعل عصام الشرعي هنا تؤكد بأن الرجل يعيش ضغط. إذا الزلزولي يلعب التماس بسرعة. العمراوي يدخل، يقترب من أسامة الترغلين، ترجع الزلزولي من جديد. الشوط الثاني 180 درجة، يتغير كل شيء. الزلزولي ممتاز يعليها في القائمة الثاني، ولا زالت صعبة، والتسديدة الثاني كان قريب. والسيباري في التسديد، يمتع الزلزولي، يبدع الزلزولي، يتحرر الزلزولي. السيباري سدد كما ينبغي، وحارس المرمى في التصدي. كنا قريبين يا شباب من الثاني. هنا على الطاير، السيباري على الطاير، سدد باليسرى. ردة فعل ممتازة لموري كيتا. لازم من تعديل الامور في هذه الجوله الثانيه بدخول اسماء اخرى. السيباري، امير ريتشاردسون، الثنائي اللي حرك اكثر وسط الميدان، لكن اكثر من ان يحرك التشكيله المغربيه. الزلزولي والجماهير، اكيد المؤازره، اكيد المسانده في اجواء مميزه. في عرضية من زكريا، ممكن مرر كرة ناحية اللاعب السيباري، يبحث عن الممر، يغير تماما ناحية أيوب العمراوي عنده الزلزولي. العمراوي فضل يسدد، حارس المرمى. أنا كنت أفضل يا العمراوي أنك تمرر للزلزولي، لكن اختار أن يسدد. بدأت تتغارد حارس المرمى موري كيتا مرة أخرى. موري في الموعد أمام كرة اللاعب أيوب العمراوي باليسرى، سدد موري في المكان المناسب. مشكلة زكريا التايمينغ هنا واتخاذ القرار في الوقت المناسب. والحكم ماذا يقول في هذه اللجنة؟ هل هي ضربة حرة فعلا؟ ركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. ماذا ينتظر الحكم في هذه اللحظات؟ الفار قد يراقب شيئا ما لم نتابعه، وبالتالي الفار ينادي عليه في هذه اللحظات. الصورة التي سيتابعها أين حصلت
اليد اليمنى داخله، اليد اليمنى داخله وفيها ضربة جزاء نعم لفائدة المنتخب المغربي. ضربة جزاء نعم للمنتخب المغربي الثانية في الوقت المحتسب بدل الضايع في المباراة. لحظة حاسمة وفارقة، لحظة مؤثرة، لحظة الإعلان عن ركلة الجزاء ونفس المنفذ. الزلزولي الآن سيتلقى إشارة التنفيذ، الزلزولي يتلقى الإشارة، الزلزولي يتقدم، الزلزولي جول! فعل الزلزولي، الزلزولي يهز المدرجات، الزلزولي يزلزل الشباك الغينية. كانت هنا في مباراة صعبة جدا، حسمتها ضربات الجزاء وعن طريق نفس المنفذ عبد الصمد الزلزولي في مناسبتين يزور الشباك الغينية ويهدي 3 نقاط وصدارة المجموعة، وردة الفعل بهستيريا من الجميع، حتى من وزير شكيب بن موسى ومن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي رقجة واللاعبين الاحتياطيين والجماهير وكل من يتفاعل في هذه اللحظات.